عمرك تلاقيتي شي حد في الشكل ديالو عادي، يعني ماشي توم كروز ولا انجلينا جولي، ولكن ملي كيدخل لشي بلاصه كل شي كيدور باش يشوفه، وملي كيدوي كاع الناس كيسكتوا وكيتصنتوا ليه. وفي المقابل كاينين شي ناس اللي واو غزالين في الشكل ديالهم واللبس ديالهم رائع، ولكن اون فوا كتبداي التعامل معاه كتحسي بحال الملل، بحال البرود، كتحسي بحال انتي باغا تنفري منه. خصك تعرفي ان السر هنا ماشي سحور وماشي في الجينات وماشي في اللبس الغالي، السر كاين في واحد الحيله نفسيه ذكيه سميتها الكاريزما الصامته. اليوم غنشارك معكم 7 ديال التصرفات النفسيه علم النفس كيأكد انها قادره تغير النظره ديال الناس اللي قدامك 180 درجه وتخليك تباني اكثر جاذبيه واكثر ثقه في عين اي شخص كيفما كان. وهذا الشيء كله بلا ما تغيري الخلق ديالك، وراه ماشي سحور اختي. يلا وجدي لي قهوه ديالك ولا تيزان وركزي معايا مزيان. معك خوله من منبر حواء، والنقطه السابعه اللي غادي نقول لك غادي تبدل حياتك 180 درجه. نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو الفيديو غادي ناكد معاك واحد الحاجه، الا ارتاحيتي لهاد الهضره اللي غادي نقول لك وفادتك ما تنسيش انك تشاركيها مع الناس اللي عزاز عليك، واكيد ما تنسيش تشجعيني من داك الزر ديال الجيم. مرحبا بك. اول حاجه وبلا ما نكذبوا على راسنا، الابتسامه كتعتبر سلاح نووي ديال الجاذبيه، ولكن ماشي اي ابتسامه. كاين واحد النوع ديال الابتسامه في علم النفس سميتو ابتسامه الدوشين. شنو هي هاد الشي عاوتاني؟ اش كتقولي اختي خوله؟ هاد الابتسامه كتعتبر هي واحد الابتسامه اللي ما كتحركيش فيها غير فمك، يعني ما كتضحكيش ديك الابتسامه المطاطيه اللي كتكون عند بزاف ديال الناس، ولكن هاد الابتسامه هي اللي كتوصل حتى للعينين، كيبانوا حتى دوك التجاعيد صغارين اللي كيجيو في الجنب ديال العين. فاش كتضحكي من قلبك كتخرج هاد الابتسامه، وهذا راه سر من الاسرار اللي انا كنقول لك فيهم دابا. علاش هاد الابتسامه مهمه جدا؟ خصك تعرفي الدماغ البشري مبرمج باش يفرز ابتسامه صادقه او مزيفه. بغيت نقول يفرز الابتسامه الصادقه او المزيفه من اللحظه الاولى. يعني فاش كتبتسمي ابتسامه ديال دوشين، الدماغ ديال الشخص اللي قدامك كيطلق هرمون السعاده وكيحس بالامان معاك فورا. الحيله هنا ماشي انك تبقاي غدا وكتبتسمي بزز منك، وانما فاش توصلي عند شي حد اللي انت بغيتيه يحس بالامان تجاهك، خصك تفكري واحد الحاجه زوينه او واحد الحاجه اللي مضحكه اللي كتضحكك من قلبك، يعني صادقه، تكون واحد الضحكه اللي صادقه. اون فوا كتفكريها كيطلع عندك هرمون السعاده، كتبداي تكركري وديك الساعات الانسان اللي قدامك كيشوف هذيك الابتسامه. خلي الابتسامه تطلع شويه بشويه وما تزيريش على راسك وما تقمصيش هذيك الابتسامه البلاستيكيه او كيف كنقولوا ليها الابتسامه الصفراء. جربيها اليوم، وانا كننصحك انك تبداي تجربيها قدام المرايه، حيت فريمون انت غادي تحسي بالراحه تجاه نفسك، وعاد بداي ديريها مع الناس. النقطه الثانيه وغادي نهضروا فيها على كيفاش توقفي وكيفاش تحركي. بغيت غير نسولك، واش عمرك شفتي شي شخص يعني واثق في راسو جالس ومكمش ولا مخبي راسو اولا مربع يديه ولا محني اولا كيشوف في السقف وكيركز فيه؟ مستحيل، حيت بحال هاد الاشخاص كيكونوا عارفين بان الناس كيحكموا عليهم قبل ما ينطقوا حتى شي كلمه، وهذه وحده من الحاجات اللي كيحكموا بها الناس عليك. فاش كيشوفوك جالس ومكمش وشاد واحد الحيز صغير في شي قنيات، كوني متاكده انهم غادي يقولوا عليك ما عندك الشخصيه، او لا على الاقل انهم يقدروا يتحكموا فيك ويمانيبيوليو اي حركه ديالك. داكشي علاش هما كيشوفوا الحيز او المساحه اللي حنا انتي كيفاش جالسه فيها، ولو ما نقولش لك انا سرحي رجليك او لا تكي، وانما فاش كتكوني جالسه وانتي جالسه مرتاحه، راه كاينه واحد الجلسه ديال كتشوفي حتى انت راسك مرخيه واليز. هنا كيحكموا عليك بانك يا اما واثقه بنفسك يا اما ما عندكش الثقه في النفس وقادرين يتحكموا فيك. كاين واحد المفهوم سميتو باور بوزينغ. القاعده بسيطه، فاش تكوني جالسه ما تكمشيش على راسك، رجعي كتافك اللور، هزي راسك الفوق، ماشي للتكبر وانما تكون ثقه في النفس، وما تخبيش يدك اولا الجسم ديالك. فاش كتحل الجسم ديالك اولا كتفرضي العضلات ديالك على الناس
ماشي غير الناس اللي كيشوفوك انك قويه، ولكن حتى عقلك كيبدا يفرز هرمونات المسؤوله على الثقه، كينقص الكورتيزول اللي مسؤول على التوتر. يعني كتمثل الثقه حتى كتولي بصح فيك. هادشي ما ديريهش اول مره قدام الناس، بقاي تجلسي بوحدك وانتيا كتفردي العضلات ديالك وشوفي راسك من الاحسن في المرايه. هكا غادي تزاد الثقه ديالك، والجسم ديالك والعقل ديالك غادي تيقوا، وديك الساعات تقدري ديريها قدام الناس وغادي تشوفي ان كل شيء النظره ديالو غتبدل تجاهك. حاجه وهو the sticky eyes، يعني فن التواصل البصري. العينين كتعتبر هي الويفي اللي كيدوزو به المشاعر بلا هضره. بزاف ديال الناس كيحشموا انهم يشوفوا في عينين الناس الاخرين، كيبقاو يشوفوا في الارض اولا في السقف في التلفازه، المهم ما كيشوفوش ديريكت في عينين ديال الناس الاخرين. هادشي كيعطي جوج ديال الانطباعات، يا اما انك خايف يا اما انك مخبيه شي حاجه. ولكن عاوتاني ما تبقايش مبلقه عينيك في بنادم بحال الزومبي حتى تخلعيه. القاعده الذهبيه كتقول انه خصو يكون التوازن. شوفي في العين ديال الشخص اللي كدوي معاه تقريبا 60 حتى ل 70% من الوقت اللي كتكوني معاه. وهنا غنعطيك تكنيك واعره. فاش يلاه تلاقاي بشي حد اول مره، شوفي في اللون ديال عينيه وحاولي تعرفي اللون بالضبط ديال عينيه. هاد الثواني القليله ديال التركيز كتبان في النظره ديالك انها عميقه واليغونت، كتخلي الشخص الاخر يحس بانك مهتمه به، وفي نفس الوقت انك بحال كتدخلي المساحه ديالو. الشي اللي كيخليه يسرسب لك الهضره، يسرسب لك الاسرار ديالو، اي حاجه في عقله كتقدر تسرسب في هذيك اللقطه. ما تخرجيش عينيك فيه، حيت راه واخا تكون امك اللي جالسه ديك الساعه قدامك غادي تخلع وغتهرب. رابع حاجه، صنتي ماشي باش تجاوبي وانما باش تفهمي، وهذا كيتسمى سحر الاتصال. وهنا غادي تلاحظي بانه شحال من مره كتكوني كتهضري مع شي حد وكتحسي به انه كيتسناك غير تسكتي باش يهضر هو، كتحسي بواحد الشعور خايب، وحتى هذاك اللي كيتسنى فيك كيكون حاس بواحد الشعور خايب، كتولي الهضره ثقيله بيناتكم. الجاذبيه الحقيقيه ماشي هي انك تكوني انتي مولات الهضره او الشخص الاخر مول الهضره، وانما انك تكوني كتصنتي، ولا هضرتي كتهضري بانك سكتيه، يعني خليتيه يتسالى الهضره ديالو كامله. خصك تعرفي بان هاد القضيه كتخليك تعرفي الاسرار اللي بغيتيهم، تعرفي اي حاجه بغيتيها وكتوصلك حتى لعندك بدون مجهود. خصك تعرفي ان الناس كيبغيو يحسوا باللي هما مهيمنين، يعني دومينون في هذيك الحوار اولا في ديك الجلسه. فاش كتكوني كتهضري نتيا، عطي الانسان يعني واحد المساحه اللي جالس معاك اولا الناس اللي جالسين معاك، عطيهم واحد المساحه. دوري الجسم ديالك لجهتهم، حركي راسك باللي انك الا كنتي كتفهمي الا كنتي بلوتو كتهضري وبغيتي تشرحي لهم شي حاجه. وحتى فاش يكونوا هما يهضروا بقاي تشوفي فيهم وتصنتي ليهم بقلبك من الاحسن، حيت الا تصنتي ليهم بقلبك ما كتحسيش بالوقت ثقيل، وكتولي في العينين ديالهم اذكى الطف واكثر جاذبيه. كيف كيقولوا ناس زمان، باش تكون مثير للاهتمام خاصك تكون مهتم اصلا. والاهم من هذا، المستمع الجيد كيقدر يشد الهضره اللي بغاها بدون مجهود. يعني الناس كيجيو حتى لعندك كيقولوا لك داكشي اللي بغيتي تسمعيه كيف ما بغى يكون. تخيلي معايا حتى لا كانوا كيقولوا عليك شي هضره قبل، اون فوا كتعطيهم داك الاهتمام كيبغيو يبقاو يهضروا 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 يهضروا، فيا اما كيطيحوا في زلات اللسان وكيكشفوا لك نفوسهم اولا كيكشفوا لك اشخاص اخرين، يا اما كيعطوك الاسرار ديالهم هما ديجا. واخا هذا يعتبر خبز الا بغيتي يعني تشدي الاسرار ديالهم وتضربيهم بهم، ولكن مهم انا كنقول لك وانت طبقيها كيف بغيتي. واش لاحظتي شي مره فاش كتكوني كتهضري مع شي واحد وكيعاود لك على شي حاجه اللي كيبغيها بزاف، اولا انتي يعني كتكوني كتعاودي على شي حاجه اللي باغاها وعاجباك، كيفاش العينين كيكبريو وكيفاش الصوت كيبدا يتبدل وكيفاش كيبقى بنادم كيحرك في ايديه وواحد الطاقه اللي في شكل. هذه هي النقطه الخامسه، وهي the spark، الشغف. هذيك الطاقه كتكون معديه. ما تحاوليش تكوني كول وبارده وما يعجبك والو، بالعكس هضري على الهوايات ديالك، على الطموحات ديالك، على الكتب اللي قريتي ولا حتى الطياب ولا اي حاجه كتعجبك، وبهذيك الطاقه الزوينه. الا كنتي انت اللي كتهضري غادي تعادي الشخص اللي كيتصنت لك وغادي يبدا يهضر بنفس الطاقه ديالك،
والا كنتي انتي اللي كتصنتي حاولي تنسجمي مع الشخص الاخر باش تبقاي شاداه ديما لعندك. هادشي ماشي بحيث انتي طاقتك قل منه، وانما فاش كنقادوا الخواطر مع الناس دائما كيكون عاجبهم الحال، ودائما كنكونوا عزاز وكيتقادوا لينا بزاف د الحوايج. خصك تعرفي بان الشغف كيعطي الحياه طعم، والشخص اللي عنده شغف كيبان حي ونابض بالطاقه، وهذا الشيء جذاب بزاف مقارنه بشخص ممل اللي ما كيهتم بحتى شي حاجه. ما تخافيش تشاركي الشغف ديالك، وما تخافيش تهضري على الشغف ديال الناس او لا تصنتي للشغف ديال الناس، حيت هذا الشيء هو اللي كيميزك وكيخلي الناس يتسناو امتاش عاوتاني يتلاقاو معاك. واش فراسك باللي الناس كيشوفوا الشخص اللطيف او المؤدب على انه اجمل او فواحد الشكل اللي ما عمرهم ما شافوه تقريبا؟ هادشي في علم النفس سميتو دي هالو افكت او تاثير الهاله. ملي كتعامل مع شي سرباي في القهوه باحترام، اولا كتشكري واحد الطيابه في الحمام بصدق، اولا كتعاوني شي حد بلا مقابل، انتي كترفعي من القيمه ديالك. عمر الوقاحه او التكبر ما كانوا شي حاجه زوينه او لا ثقه في النفس، ممكن يجذبوا ليك الانتباه ولكن عمرهم ما غيجذبوا ليك الاعجاب. الجاذبيه الحقيقيه هي انك تخلي الناس يحسوا براسهم مزيانين فاش يكونوا حداك. خاصك تعرفي بان اللطف هو ارقى درجات الذكاء. هادشي علاش غادي ندير لكم من وراء هاد الحلقه غندير لكم حلقه على الذكاء العاطفي، وغادي تشوفي المميزات اللي كيعطيك شي حاجه واو. السابعه وهي السر الاخير اللي غادي نقول لكم في هذه الحلقه، واللي هو the authenticity. كوني حقيقيه، تقبلي النقص ديالك، وهذه اهم نقطه. الكمال خصنا نعرفوا بانه وهم، وعمر ما كاين شي شخص كامل ومن كل شيء. بزاف منا كنحاولوا نبانو مثاليين، ما كنغلطوش، ديما فرحانين، ديما واعرين. يعني الانسان كيبغي يبين الحاجات اللي بغى الناس يشوفهم، ولكن الحقيقه الناس ما كيرتاحوش لهاد المثاليه. داكشي علاش كيشوفوها التكبر بزاف ديال المرات. الناس كيرتاحوا للبشر الطبيعيين. البشر الطبيعي هو اللي كتكون عنده ديهو اي ديبا، يعني كيكون عنده العقبات في حياته، كيكون انه نزل واحد النهار، انه طلع، انه نجح، انه سقط. عمره ما كيكون غادي ستابل وغادي للعلا فقط. عمرك تخافي انك تبيني الضعف ديالك. كنقولش لك على داك الضعف يعني تبيني كل شيء، وانما بعض المرات خصنا نبينو باننا ضعافين في واحد الوقت، او درنا واحد الغلطه، او بعض المرات نضحكوا على راسنا الا درنا شي موقف مضحك. هاد التصالح مع النفس هو قمه الثقه. فاش كتكوني مرتاحه مع العيوب ديالك حتى حد ما يقدر يستعملهم ضدك، وهذا النوع ديال الثقه هو اللي يخليك مانيتيك، يعني مغناطيس لجذب الناس، حيت قليل فاش كيلقاو الناس في هذا الوقت شي ناس بحال ما هكا. داكشي علاش تفكري دائما انك تكوني حقيقيه وتكوني نفسك. خلاصه القول يا صديقتي الجميله، الجمال كيبدا من الداخل وكيبان على برا. ابتسامه صادقه، الوقفه ديال الثقه، الاهتمام بالناس، الشغف، اللطف، وانك تكوني حقيقيه. هادو هما اللي كيصنعوا الكاريزما الحقيقيه اللي ما كتموتش. يعني كوني متصالحه مع نفسك بحاجاتك الزوينين وحتى بالعيوب ديالك، غادي تخلي الناس ينجذبوا لك انتي. ما تحتاجيش انك ديري مجهود باش تجذبي الانتباه ديال الناس. ودابا بغيتك تختاري حاجه وحده من هاد السبعه وتجربيها غدا، وما تنسيش تخلي لي الراي ديالك اشنو حسيتي. غير واحد الحاجه، الا اختي عجبك الفيديو واستفدتي منه ما تنسينيش بواحد اللايك باش نعرفك، والا وصلتي ديجا حتى لهنا علقي لي بكلمه كاريزما. وما تنسيش اختي تشاركي الفيديو مع ديك صحيبتك اللي محتاجه لهاد الهضره. كانت معكم خوله.